شايف المنظر الجميل ده؟ دي قائمة فريق ريال مدريد لمقابلة موناكو بكرة في دوري الأبطال. تقول لي قائمة عادية جدا بأسامي عادية جدا، أسامي لعيبة ريال مدريد. المصاب خارج القائمة، بس في لاعبين كده زيادة. لو أنت مش شايف أي ميزة موجودة في أربيلوا، وإن هو منبطح للعيبة وبيسمع كلام بيريز والحاجة اللي بتتقال له، أيا كان الراجل ده، ممكن يكون في ميزة واحدة بس أنا معترف بيها وهتبان مع الوقت، وإن الراجل ده اكتر مدرب هيستخدم لعيبه من الكاستيه. الراجل جايب لاعبين قسما بالله انا ما اعرفش اساميهم وما اعرفش حتى بيلعبوا في انهي مركز، لاعبين من الاكاديميه عشان يعوضوا لعيبه المصابه او اللعيبه اللي غايبه من القائمه. من الاخر انت لو مش شايف اي ميزه للراجل ده، فاحب اقول لك ان الميزه الوحيده اللي ممكن تطلع بيها منه ان اي لعيب مصاب، يعني ممكن لو ماتش مهم يحشي لعيب مثلا في مركز غير مركزه زي ما اي مدرب كان بيعمل. بس لو ماتش عادي اكيد هيدي فرصه للعيبه الاكاديميه واللعيبه الشباب. ان الراجل ده اصلا بكل بساطه هو كان مدرب الاكاديميه، فهو عارف مين احسن اللعيبه، مين اللاعب اللي لو اخد فرصته ممكن فعلا يأدي ويبقى نجم كبير. اعتقد ان اي شاب هيطلع من الاكاديميه هيمسك في الفرصه بايديه واسنانه، لان هو كده كده عارف ان مش هيجيله فرصه على طبق من ذهب زي دي تاني لمدرب يثق فيه، لان هو كان بيدربه اساسا في الاكاديميه، وفي نفس الوقت ان المدرب ده احتمال كبير جدا في الصيف ما يكملش، فالفرصه دي مش هتجيله تاني. كل التوفيق للعيبه الشباب اللي طالعين من الاكاديميه عشان يسدوا خانه جايين ماتش موناكو او غيرهم، ان هم يثبتوا نفسهم، عشان اتمنى اشوف في ريال مدريد لاعب شاب مش لازم يجيبوا كل حاجه من بره.